السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. وقفات مع حوار. في يوم أمس كانت هناك حوارية في البث المباشر في التيك توك في البث المبارك مع السلفي خالد، مع أحد محاورين شيعة التوحيد، الله يوفقهم إن شاء الله. كانت هناك وقفات طبعا جميلة ومفيدة جدا في الحوارات والنقاشات، وحبيت أشاركها وياكم. طبعا الحوار كان في معاوية وفتوى ابن حنبل والعلماء مشايخ البخاري والنيسابوري في كفر معاوية. أولا مسائل أحمد بن حنبل، رواية النيسابوري، الجزء الثاني، صفحة 154، رقم الفتوى 1866. وسمعت أبا عبد الله أي أحمد بن حنبل وقال له دلويه: سمعت علي بن الجعد يقول: مات والله معاوية على غير الإسلام. هذا ثالث، هذا راح نستفاد من عنده أيضا في الأسئلة، اللي هو الهامش اللي راح يرجع للمحقق. السؤال الأول: وسمعت أبا عبد الله، هذه العبارة وسمعت أبا عبد الله، النيسابوري يقول وسمعت أبا عبد الله. ماذا سمع النيسابوري من ابن حنبل؟ ماذا سمع النيسابوري من ابن حنبل؟ طبعا عندما سئل السلفي خالد عن هذا قال: لا أعلم. إذن هو ماذا يؤكد؟ أنه هناك جملة موجودة وهو لا يعلمها، لكن نحن نعلم هذه الجملة كما بينها السيد المحقق الصرخ الحسني في فقه الرواية. الجواب: سمع مات والله معاوية على غير الإسلام. من أين أتت هذه المحصلة؟ من أين أتى هذا الجواب؟ سيأتي من هنا بالسؤال الثاني والسؤال الثالث. السؤال الثاني: ماذا تعني وفي وقال له دلويه؟ الجواب: الواو حرف عطف، أي دلويه قال لابن حنبل: لست أنت فقط من كفر معاوية، بل سمعت علي بن الجعد أيضا يقول: مات والله معاوية على غير الإسلام. لأنه لو أتينا للعبارة وسمعت أبا عبد الله، ماذا سمع منه؟ مات معاوية على غير الإسلام. وقال له دلويه، عطف، وقال له دلويه قال لأحمد بن حنبل: لست أنت فقط من تقول هذا القول، بل سمعت علي بن الجعد يقول: مات والله معاوية على غير الإسلام. يعني قاعدين بمجلس اللي هما ابن حنبل والنيسابوري ودلويه، فعندما سمع النيسابوري أحمد بن حنبل يقول: مات والله معاوية على غير الإسلام، والنيسابوري الذي يكتب فتاوى ابن حنبل في مسائله ودلويه موجود، قال: لست أنت فقط من تقول هذا القول، بل أن ابن الجعد أيضا يقول بهذا القول. هاي انتهينا منها. السؤال الثالث. طبعا السؤال الثالث هنا راح نجي للهامش. السؤال الثالث: كيف يقولون أو تقولون أفتى ابن حنبل أو تبنى ابن حنبل أو قال ابن حنبل؟ يعني مرة يقول أفتى ابن حنبل، ومرة يقول قال ابن حنبل أو تبنى ابن حنبل أو أمضى ابن حنبل. ممكن توضيح؟ نعم. الجواب: سنبين لماذا نقول قال ابن حنبل وأفتى ابن حنبل. سنذهب للتعليق ونرى الشاويش المحقق ماذا قال. هذا الهامش 3. إن قائل، والكلام للشاويش اللي بينه وبين أحمد بن حنبل أكثر من 1000 سنة، إن قائل ذلك عن سيدنا معاوية، والكلام للشاويش، أو أي واحد من الصحابة قد جعل إسلامه في خطر عظيم، وقد سقط جواب أحمد في الأصل، ولعله قال بئس ما قال. يقول ولعله قال بئس ما قال. التفت، إن الشاويش هو مجرد محقق للكتاب. مجرد شنو؟ محقق للكتاب. فإنه لم يسكت على الفتوى، بل اعترض عليها وكذب أئمته ومشايخه، اعترض على فتواهم
وبين الشاويش وابن حنبل أكثر من 1000 سنة بينه وبين ابن حنبل، والشاويش لم يسكت عن الفتوى بل اعترض عليها واعترض على المشايخ. وعمل الشاويش هذا العمل اللي بالهامش وتحقيقه وكلامه وتعليقه، عمل الشاويش هو دليل قاطع أو هو دليل بالقطع أن أي سني أو أي سلفي إن وجد فتوى بتكفير الصحابي معاوية فإنه ماذا سيفعل؟ سيعترض على تكفير معاوية، سيعترض. وإذا سكت مثل أحمد بن حنبل، وإذا سكت فإنه يوافق على الفتوى، وهذا الذي فعله أحمد بن حنبل، فإنه ذكر فتوى ابن الجعد وسجلها وين؟ في مسائله وفتواه. وكذلك فإن أحمد بن حنبل كفر معاوية بلسانه وسمعها النيسابوري بإذنه أيضا، وهي الفتوى التي سمعها النيسابوري بشهادة حسية. وش سمع أيضا؟ وسمع كلام دلويه لأحمد بن حنبل، سمع فتوى ابن حنبل وسمع فتوى دلويه اللي نقلها عن ابن الجعد. إذن يا أخواني، ماذا يتحصل عندنا؟ وما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة في كل هذا الكلام؟ النتيجة أن 4 مشايخ كفروا معاوية بفتاوى مباشرة وبالإمضاء، وهم أحمد بن حنبل شيخ البخاري، ابن الجعد شيخ البخاري، النيسابوري تلميذ ابن حنبل، ودلويه شيخ البخاري، ويضاف لهم الحماني وابن صدقة. إذن يثبت بأن هناك علماء كبار من أهل السنة والسلفية قد كفروا معاوية، وهذا ما يهمنا في الكلام. حياكم الله وبياكم.